فضيحة بكل معنى الكلمة. خالد الغندور وجايبين مذيع جديد كده معاه ماجد الهواري. انا هسمعك بودنك فيديو خالد الغندور وماجد الهواري وهما الاتنين بيحاولوا ان هما الغل والحقد بص كل حاجة عايز تتكلم فيها هقولك وهتسمعها بودنك، وهما بيحاولوا يحقدوا على النادي الاهلي وبدأت ركابهم تخبط بقى، بدأت الركاب تخبط هم عشان هنقابلهم في السوبر. اسمع خالد الغندور وماجد الهواري ده وهم بيتكلم وبعدين هنرجع نرد عليه تاني. يلا بينا نسمع خالد الغندور وماجد الهواري وبعدين نرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. انا هتكلم على اوساريو بس احنا يعني مش المفروض ان احنا نعدي ماتش برضو الاهلي كده يا كابتن خالد ولا؟ طب يلا شوف انت عايز تقول ايه. لا انا كنت عايز اسالك انت يا كابتن خالد، انت ايه رايك في الهدف بتاع حسين الشحات النهارده؟ لان عايز اسالك على حاجه فنيه. لا الكره الهدف بتاع بيراميدز انا بقول لك هدف. ما انا بقول لك اهو الهدف بتاع بيراميدز اللي شاله حسين الشحات عشان الناس كلها رايحه في حته ان هي ضربه جزاء ومش ضربه جزاء وجايبين الايد، لا جت في الايد، لا ما جاتش في الايد. هو ليه امين عمر يعني هكمل كلامي وهسالك سؤال بصفتك لاعب. ليه امين عمر ما وقفش اللعب يشوف الكره دي وما تحسبهاش؟ ما هو بس وقف شوفها. امين عمر ملوش علاقه، لازم حد يكلمه في لازم احمد الغندور اللي هو موجود على الفار يبعت له ويقول له. لا هو يوقف يقول للفار راجع ليه؟ ما هو طب ما هو حسب البنالتي بتاع الاهلي ولما الفار جه قال له لا مش بنالتي راح رايح. هو الغريبه بس انا هقول معايير معينه عشان تعرفوا المصريين. انا عندي في كوره في نص الملعب كده، واحد رفع ايده دي كده فخبط في الرقبه فراح مديله انذار على طول. بعديها كهربا نفس اللعبه من غير انذار. فهي دي المعايير، يعني كوع بانذار، كوع من غير انذار. في كل حكم ليه ستايل بتاعه بيسمح بالخشونه. لا في بس حكم لا لازم حسب معايير واحده. تبقى معاييرك الواحد انت حسبت دي انذار يبقى حسبت دي انذار. نفس القصه. انا ما ينفعش احسب ضربه جزاء في ماتش في نهائي الكاس وانا ما عنديش يقين، لان انا معايا فار، ما عنديش يقين انها ضربه جزاء. ما ينفعش اقول ضربه جزاء وعندي ثقه كبيره جدا واجي اروح اقعد الاقيها جت في الصدر. يعني فاهم، لدرجه ان كابتن مدحت شلبي نفسه قاعد يقول لك الكره لا دي جت في ايده جت في ايده جت في ايده جت في ايده، وبعد كده رجع قال لك ممكن زوايا خادعه واحنا ما بناخدش بالنا وبتاع. فهي دي القصه اللي انا بقوله يعني. طيب بص بقى بصفتك لاعب يا كابتن خالد، حسين الشحات في الكوره طبعا هي ما تعديش غير من زاويه واحده. ما انا عشان كده انا دخلت على الهواء على طول، فعشان كده انا لما ارجع اطلع اشوفها. طب انت هي صوره موجوده، الصوره موجوده. حسين من الزاويه اللي هم جايبينها اللي هي تعتبر من دكه اللي هي الاقرب للجول، ما اعرفش دي دكه الاهلي ولا بيراميدز. الكوره حسين الشحات ايده باينه جوه الجول، ايده اليمين. انا عامه يعني جسمه كله جوه. انا لا اؤمن بالصور، انا دايما اؤمن بالفيديو. طبيعي الفيديو من 3 زوايا مش زوايا. ما احنا هنا ما عندناش حقوق ان احنا ناخد الفيديو. طبعا صح. لا بس بص بقى على الصوره انت بقى شوفها يا كابتن خالد. انا شوفها بره الهوا. الفخده بتاعت حسين الشحات جوه الخط المرمى. الفخده اللي بتبقى سابقه ولا الصدر؟ الطبيعي ايه اللي سابق، الفخده ولا الصدر؟ لا الفخده سابقه الصدر. طب حسين الشحات فخدته سابقه وصدره اوريدي كمان مش بسوى الفخده كمان، لا ده راجع لورا. ما هو للاسف كمان تقنيه الفيديو ما تقدرش مش هتعرف تحددها لك. بص يا كابتن خالد، الكوره دي وانا بقول لك اهو، الكوره دي هدف، ولو مش هدف تبقى بنالتي. يعني لو قالك ما جاتش في ايده جت في صدره هدف. تمام. على عموم ماجد يعني خلاص الموضوع انتهى والاهلي خد بطوله الدوري وعلى نادي بطوله الكاس وعلى نادي الزمالك انه هيتقابل مع النادي الاهلي في المباراه. سيبك من بيراميدز بقى، سيبك من احمد الشناوي واخطائه وسيبك لعيبه الزمالك عندها طار مع النادي الاهلي لانهم كسبهم في السوبر وعندهم سوبر جديد شهر 5، ودي يعتبر واحده من اهم البطولات اللي فاضله لهم هذا الموسم. بس مش لعيبه الزمالك بس، الجمهور لازم يبقى واعي للمؤامره اللي حصلت على نادي الزمالك من شهر 12 اللي فات. الجمهور لازم يرجع لصوابه، مش كل الجمهور، بعض الجمهور لازم يرجع لصوابه. الناس اللي بتهاجم المستشار مرتضى منصور ما ينفعش، دي مصيبه. احنا في مصيبه. اللي بيحصل ده كله هم وقعونا في بعض، وقعوا جمهور الزمالك، بعض من جمهور الزمالك في رئيس النادي عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. ما سمعنا خالد الغندور، على فكره انت مسؤول ان انت تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. وعايز اقول لك حاجه تانية، خالد الغندور عارف ان الكوره ما هيش هدف ولا فيها اي ريحه الشك حتى، والراجل يعني بيقول له بص بيقول له ايه، بيقول له انت فخدته جوه وصدره جوه. طب فخدته هتبقى سابقه صدره ولا يا عم انت بتألف يابا؟ وانت يابا انا مش عارف، انت مالكش اي صله بالاعلام ولا لك ولا تفهم حتى في الكوره. والله انت ما بتفهم في الكوره قسما بالله. انا مش انت اشتغلت ازاي في القناه دي ما اناش عارف. ما احنا عارفين ان اللي بيشتغلوا هناك اللي هم بقى اللي شغالين مطبلاتيه بس. يعني ده هتلاقي طول النهار ماسك المايك
المستشار مرتضى المستشار يا سيادة الموسيقار. هو هيفضل طول عمره شغال على كده، طول ما هو قاعد في القناة تلاقيه بقى ماسك لك القناة، سيادة الموسيقار راح، سيادة الموسيقار جه، هيفضل كده. لا دول شغالين مطبلاتية، ما يفهموش في الكورة، ده ما يفهمش في الكورة، بعيدا عن اهلي وبعيدا عن زمالك وبعيدا عن اي حاجة، ما يفهمش حاجة في الكورة. وخالد الغندور عارف ان هي لا جون ولا اي حاجة، وبقول له لا انا ما الصور ما باخدش بيها، انا باخد بالفيديو هشوفها تاني. انت يا ابني على النعمة انت عارف ان هي ولا جون ولا اي حاجة، ولا دخلت ولا فيها ريحة ان هي اتخطت ريحة المرمى حتى، عشان تكون في الصورة يعني. والتحكيم اللي انت بتتكلم عنه ده انطرد من الاهلي واحد، والاهلي كان ليه ضربة جزاء فيها شك وما اتحسبتش، مع ان من وجهة نظر انا شايف ان هي ممكن تكون فيها وممكن تكون ما فيهاش، والفار عدها له من زاوية واحدة. فلك ان تتخيل ان كل اللي احنا بنقوله ده، وكمان بتقول ان التحكيم هو اللي جاي على بيراميدز. ايه يا عم انت عايزهم يعملوا لهم ايه يعني؟ يعني نصفر كده من نص المرمى كده، او من نص مثلا من نص الملعب، ونقول لهم خدوا ضربة جزاء؟ ما هو انت كده كلامك يا ماجد يا هواري، المؤاخذة يعني ابو الصحاب. ما انت يعني ما انت مش بعيد يعني لو جينا نقول لك هي منطقة ال 18 دي العارضة فيها كام، يعني مش هتعرف يعني والله العظيم. لو جينا نسألك مساحة الملعب قد ايه مش هتعرف، ما انت مش عارف. هو اصلا ما يعرفش اي حاجة في الكورة، هو مجرد ان هو جاي يطبل شويتين، او مجرد ان هو مشجع ومش عارف اي حاجة في اي حاجة، وجاي يعني ايه بيطبل شوية وخلاص. لك ان تتخيل يعني ان ده اعلامي او صحفي، وعلى فكرة هو متعين بقرار من مرتضى منصور عشان نكون في الصورة، لا يمت للواقع بصلة ولا يمت للصحفيين بصلة، مجرد ان هو بتاع تطبيل، مجرد ان هو بتاع تطبيل. بس انا عايز اكلمك بقى في قصة نادي بيراميدز وقصة الزمالك، ان انتوا خلاص ركابكم بتخبط من ساعة ما سمعتم ان النادي الاهلي هيلاعب الزمالك في السوبر، وخلاص حسيتوا بقى ان الرعب جالكم والدنيا باظت والدنيا خربت معاكم الدنيا. وانا بقول لكم ان هنكسبكم. خالد الغندور اللي بيقول لك بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك، لا يا حبيبي، احلم كده وخد لك شوية اتخاذ احلام كده، عشان خاطر اللي جاي عليك هيبقى صعب. اللي جاي صعب، الاهلي لما بيفوق بيخلي الكل يعرف ان اللي جاي صعب عليه، اللي جاي صعب عليك يا خالد غندور. اسمع اللي بقولك عليه. شكرا لكل الناس، كان مهم جدا اجيب لكم الحتة ديت. في بعض الفيديوهات كتيرة ان انا اجيبها، بس يعني والله عندي بس نظرا بس لضيق الوقت، ومفيش عندي وقت ان انا اعمل فيديوهات كتير. شكرا لكل الناس، ما تنساش اللايك والشير والاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.